انت تشبه بالاستقبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال. فريق كبير فريق عظيم أديله عمري وبرضه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة تابعنا القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس ولايك للفيديو. هنتكلم النهاردة عن مباراة الأهلي والمقاولين وفوز الأهلي وتصدر الدوري، وهنتكلم عن فوز الزمالك على الترجي وفرصة الصعود من دور المجموعات لنادي الزمالك. هنتكلم أول حاجة عن نادي الأهلي ومباراة المقاولين العرب والتشكيل وأبرز الأحداث اللي حصل. الأهلي كان بيلعب النهاردة ماتش تجاري، ماتش اللي هو يعني كل تفكير الفرقة عن ماتش سان داونز، وكل تفكير الفرقة ماشي والجهاز الفني عن مباراة سان داونز. النهارده كولر بدأ الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، عبد المنعم، علي معلول. في نص الملعب مروان عطية، حمدي فتحي. قدامهم الجندوزي، برستاو، طاهر، شادي حسين. انت بدأت المباراة ضغط 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 لحد ما طاهر جاب لك ضربة جزاء. بعد كده بقيت تضغط 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 لحد ما غلطت فرقة المقاولين العرب وجبت الجون التاني، تمريرة من مروان عطية لمحمد هاني وصل بدها بالعرض، المدافع دخلها في نفسه بقوة الكورة ماشي، والمدافع جاي بسرعته خبطت فيه والتانية دخل. قلنا النتيجة والشكل بدأ يتحسن. بعد كده الكرة بقت بتروح وتيجي، تروح وتتنجل تروح. الشوط التاني بقيت انت تستقبل اللعب، ضغط على الاهلي. الجون جابوا جون في الخمس دقايق الاخر من الشوط الاول. ودي مشكلة الاهلي في كل مباراة، في اواخر الشوط الاول واواخر الشوط الثاني من كل مباراة. دي المشكلة بتاعت الاهلي. المشكلة دي لازم كولر يشوف ايه المشكلة اللي في الاهلي في الدفاع، عشان انت هتلاعب فرقة زي سان داونز يوم السبت، هتبدأ اللي هي تبدأ عليك ضغط على طول، ضغط 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 ضغط. انت كنت ضاغط نفسك النهاردة ماشي، وكنت برضو المشكلة في نص الملعب. ديانج وحمدي فتحي، لما انت طلعت مروان عطية كان بيضغط وبيستخلص الكرة وكان بيلعب الفرقة. ديانج بطيء، حركته بقت بطيئة، مش عارف بقى بسبب ضغط المباريات عليه ولا ايه. حمدي فتحي بقى مركز في الهجوم اكتر من الدفاع، دي مشكلة. محمد هاني بيدي فرصة للعيب اللي قدامه اللي هو يرفع اوفر، مفروض انا ضغط عليه الاوفر اللي هو يرفعه مشكلة. انت عندك مشكلة تاني ولازم الجهاز الفني يركز عليها، علي معلول ما بقاش يغطي كويس.
مبقاش يخش يغطي مع المدافعين، بقى كله بيلعب من وراه. وساعة ما بيلعب من وراه بتبقى المسافة بين المدافع وعلي معلول مسافة كبيرة، بتخترق منها وبتتضرب منها. لازم على كولر يركز في المشاكل دي. والماتش الجاي هو حياة او موت، هو ماتش الموسم. انت عديت النهارده من المقاولين، ماشي، ماتش المقاولين خلص ماتش تجاري، احنا بنقول عليه كده اللغة الدارجة تجاري. انا اهم حاجة ال3 نقط عشان الصدارة، اهم حاجة ال3 نقط عشان الصدارة. انت بتعمل ضغط للمنافس وانت ناقص ماتشين، بتعمل ضغط على المنافسين. دي اهم حاجة الفترة دي. اهم حاجة ماتش الموسم ماتش صن داونز. اهم حاجة فيه اللي انت ما تتغلبش، يا تتعادل يا تفوز. لو فزت نسب الصعود بتاعتك تتعدى 95%. اتعادلت 85% نسبة الصعود. خسرت نسبة 10% تصعد. 10% تصعد. ماشي. لازم على كرة اللي هو في ماتش سان داونز لازم تعمل حاجة جديدة، ولازم تلعب بتكتيك جديد. ليه؟ عشان تبدأ تدخل الفرقة، عشان تبدأ الفرقة تدافع كتلة واحدة وتهاجم كتلة واحدة. ليه؟ الفترة مفروض عشان تحمي نفسك تلعب بالليبرو، تلعب 3-5-2. تلعب لو متولي جاهز ألعب متولي، ياسر إبراهيم، عبد المنعم، قدامه ديانج وحمدي فتحي. لو حسين الشحات في مستواه، حسين الشحات جاهز، يبقى حسين الشحات وعلي معلول. قدامهم كده 4. قدامهم الجنزوني. قدامهم بقى 2 راس حربة، كهربا وشريف، بيرستاو وشريف، كهربا وبيرستاو، اي حد. يبقى انت كده امنت دفاعك ب3. قدامهم 2 حمدي فتحي وديانج، او مروان عطية وديانج، ماشي، او ديانج او حمدي ومروان، اي حد. حسين الشحات مش جاهز، يبقى طاهر وينج عشان ينزل يغطي، وعندك معاك علي معلول. يبقى انت كده بتدافع بكتلة كبيرة، ماشي، وبتغطي الهجوم. في طريقة تانية، هتلعب 4-3-3. هتلعب محمد هاني، ياسر إبراهيم، عبد المنعم، علي معلول. بس المشكلة اللي علي معلول هتلعب ب3 في نص الملعب. ال3 بتوع نص الملعب مروان وحمدي وديانج، وتخلي مروان ينزل مع علي معلول. كده بقى خلاص، كده ينزل يغطي مع علي معلول. لازم تفوق اللي في نص الملعب الثالث مع علي معلول، وتلعب بالجنزوري وينج
وهنا طه ينزل يكمل مع علي معلول، وقدامهم اي واحد سريع، بيرستاو، كهربا، محمد شريف لو جاهزين. دي الخطة التانية عشان يبقى انت ما تعملش جاب كبير بين الفرقة وبين بعض. ليه؟ هو بيقول لك ما تجازفش في الوقت اللي زي ده، عشان لو اتخطفت جون الملعب هيفتح منك. لو اتخطفت جون الملعب هيفتح منك. انت لو خطفت جون هتعرف تقفل ملعبك اكتر، وتعرف تعمل الضغط عليهم اكتر وتلعب كورتك. وهم عندهم مشكلة في الاختراق من النص. يعني انت ممكن تخترقهم من النص. دي المشكلة بتاع الصن داونز. ماشي. هو ده اللقاء الجاي ده خلاص عدينا من احنا قلنا فاضل احنا قلنا قبل الماتش بتاع القط في 3 مباريات هم. ماتش القط، ماتش المقاولين، ماتش صن داونز. دول الموسم بالنسبه لي. دول بيبدا بقى الموسم معاك بقى بيهم. يا تكمل بقى في كل البطولات، يا هتطلع من بطوله وتكمل في البطوله الثانيه. لقاء صن داونز الجاي ده عايز رجاله. لقاء الموسم بالنسبه للاهلي في افريقيا، بالنسبه للاهلي في افريقيا. وده ولا جهاز فني ولا رئيس نادي، من لعيبه تطلع كل اللي عندها. الف مبروك لكل جماهير الاهلي التصدر الدوري، انفراد بصداره الدوري، وفي مباريات مؤجله للنادي الاهلي، 3 مباريات للاهلي. الاهلي في الصداره منفرد. هنتكلم عن مباراة الزمالك والترجي، وفوز الزمالك على الترجي بثلاثية مقابل هدف. أداء الزمالك نازلين اللعيبة نازلة فوز، نازلة دي التكملة الصح. المسلوسي الأداء اللي عمله فييرا النهارده في التشكيل هو ده الأمثل. دي المجموعة الأمثل. دي المجموعة اللي تلعب ولازم تلعب اللي احنا قلنا عليهم. قلنا مين قبل كده؟ قلنا في نص الملعب لازم يلعب رؤى ودونجا، وقدامهم سيف فاروق جعفر هو الحركة بتاعت نادي الزمالك. ولعيب بيعرف يقف في الأماكن الصح، وبيعرف يختار الأماكن الصح، ويعرف يخترق ازاي، وبيعرف يضغط ازاي، وبيعرف يحرك الكرة ازاي. أفيد من زيزو وأفيد من مصطفى شلبي والجزيري. ورؤى ودونجا مأمنين نص الملعب ومأمنين الدفاع، بينزلوا مع الدفاع مع عبد المجيد ماشي، ومع عبد الغني. والمسلوسي من ناحية اليمين بيدافع كويس، وفتوح هجوم ودفاع كويس. وكده كده حراسة المرمى معروفة، يا عواد يا صبحي. هو لعب صبحي النهارده ماشي. انت بدأت اللي انت تضغط اي فرقة لما تيجي على الارض، اهلي او زمالك، المفروض تنزل تضغط عليه، ما تديلاش فرصة. الاهلي او الزمالك. والزمالك انت عملت كده الماتش اللي قبل كده السنة اللي فاتت مع الترجي، انت عطيت الفرصة للترجي اللي هي تلعب كورة قدامك، عشان كده اتخطفت. لما انت دلوقتي نزلت ضغط جماهيري ونزلت خطفتهم في كورة، في التانية، في التالتة، انا مش هتكلم على التحكيم، عشان انا لو واحد هتكلم على التحكيم احنا بقينا نتكلموا كورة
ما بنتكلموش عصبية خلاص. اللي كان مضيع وكان مخلينا اللي احنا نتعصبوا على فرقنا ربنا ريحنا منه واتحكم عليه مرتضى منصور واتحبس وغرق. احنا بنتكلموا اللي دول بيمثلوا مصر في افريقيا. الزمالك لازم يركز على التشكيل ده وعلى الماتش ده ويسند عليه. انا مش هشجعك في الدوري بس انا هشجعك بره. ليه؟ عشان احنا ممثلين مصر بره. نفسي نهائي تاني بين الاهلي والزمالك، نفسي الاهلي والزمالك يوصلوا، اي حد ياخدها خلاص. بعد العالم اللي كانت عامله عداوه بين الانديه وبعضها اللي زي دي، زي مرتضى منصور والعالم المنافقه دي اللي ما بقناش نسمع صوتها، ماشي؟ لا خلاص بقى انت بقى هتشجع الزمالك هيشجعك في افريقيا، المنافسه هتبقى عاديه كده ونحفله على بعض. دي النقطه. وفييرا لازم يعرف نفسه، مش لازم اول تفكير في التغيير سيب فاروق جعفر، مش لازم. ليه؟ انت مش لازم تهم. ليه؟ انت في وقت المباراة ده عنده حل وعنده حلول بيعرف يحرك بها الملعب. لازم تاخد الفكرة في دي، لازم تاخد الفكرة. يوسف أسامة نبيل لازم تديله الفرصة وتديله الفرصة أكبر. ونيمار لازم تحركه. العالم دي انت اعتمدت عليها، انت اعتمدت على العالم دي وجابوا لك دوري. ما تشيلهمش وتلعب الصفقات مش جد. نادي الزمالك ما تحاولش ان انت تجازف، هتضيع منك المجازفه كلها وهتضيع منك اللعيبه. ليه؟ الصفقات مش جد. نادي الزمالك زي النادي الاهلي، واحد زي بيرسي ده مش زي الاهلي. الصفقات بتاع شادي حسين مش زي الاهلي، برونو مش زي الاهلي. انت فاهم؟ غير خالد عبد الفتاح، غير مروان عطيه، غير الجنزوري، غير الضو. لما يخش دول دخلوا مع الفرقه على طول. دخلوا ليه؟ دول لعيبه صغيرين عايزين. دي هي الفكره. لازم تخش النادي الاهلي. ناصر منسي يخش ليه؟ عشان لعيب مميز ومصر كلها بتتكلم، ولعيب منتخبات. بن حاج واحده دخله، بس ما تدخلوش في ماتش ضغط نفس عليه. دخله واحده. هي دي. ولازم كلنا ورا الاهلي والزمالك الفتره دي. واشكركم. الف مبروك للنادي الاهلي التصدر الدوري والفوز على المقاولين. الف مبروك لكل جماهير الزمالك فوز الزمالك ودخل في المنافسه للصعود من دور المجموعات. واشكركم ودعمونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.